ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لأول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمة اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا نبتدي الفيديو النهارده. كده فيديو مهم وحلو قوي قوي قوي. هو احنا هنعمل اكل اقتصادي قوي قوي. من حاجات كده بسيطة هنعمل كده اكلة كلنا بنحبها. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا بحمر بطاطس كده في الزيت. بصراحة ما كنتش هصور، بس بعد كده قلت ليه ما شاركش معاكم الفيديو ده، وشارك كده معاكم اليوم الجميل كده يعني، ونشوف هنعمل ايه اكل. اول حاجة حطيت بطاطس زي ما قلت لكم بتتحمر. انا مش هعمل بطاطس كتير، يعني هعملهم رصتين بالظبط. وعندي في الطاسة التانية دي حطيت شوية زيت علشان هعمل فيهم حبة فول، بس هعملهم كده ايه، اسكندراني بتتبيلة كده يعني بالبصل والطماطم والفلفل، فبيكون حلو قوي. احنا بنحب الفول كده، وبنحبه زي ما قلت لكم بالزيت والخل والليمون والكمون. يعني اوقات بعمله كده، واوقات بعمله كده، واوقات بعمله برضو بطحينة لما بعمل بزيت وخل وليمون. بالنسبة للطاسة اللي بقلي فيها دي، هي كانت تيفال بس. مع كتر القلي وكده التيفال اللي في النص راح. ف فالأجزاء السوداء اللي في النص دي بقية التيفال، عشان ما حدش يكتب لي يعني في الكومنتات، فانا حبيت اقول لكم من الاول. بس عايزه اقول لكم بتطلع البطاطس تحفه، والتحمير بتاعها حلو قوي قوي. تاني حاجه عندي هنا حطيت كده ايه، آه طاسة زي ما قلت لكم. احط الرصة التانية من البطاطس. طبعا انا مقطعاها كده صغيرة. احنا بنحب البطاطس ما تكونش تخينة، بنحبها رفيعة، وبحب ان نعملها كده ملح وخل ونسيبها فيها شوية. حطيت كده شوية زيت كده حلوين. زي ما قلت لكم هنزل عليهم ببصلاية كده متقطعة وشوية فلفل، وهقعد اقلب فيهم لحد ما البصلة والفلفل بتوعي كده يتبلوا، بس طعمهم ما يروحش. انا مش عايزاهم يتبلوا قوي، يعني انا عايزة بس التتبيلة بتاع يعني البصل والفلفل يفضلوا محتفظين بالطعم بتاعهم. بس بعد كده ايه، زي ما قلت لكم هحط زي ما قلت لكم البصل والفلفل، وايدي في البطاطس يعني ايدي في كل حاجه. هعمل كده ايه، شويه فول كده حلوين قوي، ونحمر كده جنبهم شويه بطاطس. وكمان هنحمر كده طعميه كانت ماما عاملاها على ايديها. عايزه اقول لكم تحفه، هتشوفوها معايا مش هتفروا نهائيا كده في الزيت. تحفه جدا جدا جدا. لو عايزين الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات، واخليها يعني واصور منها يعني الطريقة وانزلها لكم على القناة. بس قلبت البصل مع الفلفل حلو قوي. احط ايه بهاراتي؟ انا مش بضيف اكتر من فلفل اسود وسنة كمون وشوية كزبرة صغيرين، ادي بضيفه للفول، ما مش بضيف اكتر من كده. والملح طبعا. بشوف ناس ما بتحبش تضيف فلفل اسود على الفول، بس انا بصراحة من الناس اللي بتحب تحط اي حاجة فيها فلفل اسود، يعني شوية جبنة رش عليها فلفل اسود. فبصراحة الفلفل الاسود ده انا بدخله كده في كل الاكلات، ما تعرفوش ازاي، يعني اي حاجة كده بحب ان انا ايه احط عليها فلفل اسود. حتى البطاطس كده لما بحمرها وبطلعها بحب كده ارش عليها رشة فلفل اسود هي وسخنة، بحسها بالطعم. البطاطس بتخليها بجد بجد بتكون قمر وحلوة قوي قوي قوي، وبتغير طعمها. طبعا لو انت معاكي بهارات البطاطس اللي هي من شركة ماجي تقريبا، تحطي عليها. انا بصراحة ما مش معايا يعني وكده، بس بصراحة عاوزة اجيب، يعني عايزة انزل كده نشتري كده مع بعض شوية حاجات كده ناقصاني. فايه تعالوا نشوف بس ايه، نكمل باقي الفيديو واقول لكم انا محتاجة ايه وهعمل ايه كمان. عملت كده طبق الخيار كده بالطماطم زي ما وريت لكم شكله، وحطيت كمان عليه فلفل وزينته كده وخليت شكله بجد قمر. ورشيت كده على الطماطم شويه فلفل اسود علشان احنا برضه بنحب الطماطم بالفلفل الاسود. انا كل حاجه كده زي ما قلت لكم بدخل فيها الفلفل الاسود. بس كل ده والبصله بتاعه الفول كده على النار، طبعا عشان دي العين الصغيره خالص فبطيئه قوي قوي، وبالعافيه كده بتسوي الاكل. يعني هي اصلا انا بعمل عليها قهوه بس. فبصراحه عشان كده التصوير والكاميرا كانت مثبته في الحته دي، فكنت مركزه ايه، قلت احط كمان الفول هنا بالمره، واستخدم ايه التلات يعني التلات عينين البوتاجاز دول.
هعمل كمان طعمية كانت ماما جايباها لي، حلوة قوي قوي. بصوا عايزة اقول لكم ما فرولتش في الزيت ولا اي حاجة. لو عايزين الطريقة بتاعت الطعمية دي او الفلافل دي اكتبوا لي في الكومنتات واخليها تعمل لكم يعني اصورها هي بتعمل فيديو كده مفصل بالطريقة كاملة، وتشوفها يعني نشوف هتعملها ازاي يعني معاكم. حطيت هنا للفول بتاعي حطيت كده طماطم. احنا يعني انا بحب الفول بطماطم كده، بنحبه اكتر زي ما قلت لكم اسكندراني كده بالبصل والطماطم والفلفل، بيكون تحفة قوي قوي. انا مش هعمل كتير يعني فلافل او طعمية، حاجة كده بسيطة بس. وزي ما قلت لكم حطيتها كده. وطبعا الفلافل انا بكون مهديه النار في الاول لحد كده ما اخلص كده تشكيل العجينه، وبعد كده بعلي النار علشان ما تفرولش مني وتستوي كويس. ولو حسيت النار شديدة بهديها طبعا. بس زي ما انتم شايفين حطيت كده الطماطم. انا مش عايزة اهرسها بالهراسة عشان انا عايزة يعني الطماطم تكون طعمها باين معايا قوي في الفول. احنا بنحبها كده. اوقات بعمل الطريقة دي واوقات بعمل الفول الفول بالزيت والخل والليمون زي ما قلت لكم قبل كده. بس احنا كده دي كانت اكله كده اقتصاديه كده وحلوه. وعايزه اقول لكم احنا بجد بنموت في الاكله دي، يعني بجد بجد تحفه قوي قوي قوي. الفلافل كده مع العيش السخن والبطاطس كده والسلطه. عايزه اقول لك بجد بتاكلي احلى سندوتشات والفول. يعني احنا بنقعد وبنعمل سندوتشات وبنحشي كده، بتحشي انتي براحتك الحاجه كده اللي بتحبيها. وطبعا الحاجه غير ده كله انتي ضامنه نظافتها كويس وعارفه انتي يعني عامله الاكل ازاي، غير طبعا الاكل اللي بنجيبه بره. يعني بجد بجد بيكون حلو قوي. بس يعني انتي مش عارفه هو معمول ازاي، او هل اللي عمل الاكل ده غسل ايديه كويس ولا لا. فبصراحه انا بحب دايما دايما ان انا اعمل الحاجه على ايدي في البيت، وما بحبش ان انا اشتري قوي من بره. حتى الاكل انا من الناس اللي ما بتحبش، يعني ممكن تستغربوا الحته دي، انا من الناس اللي ما بتحبش تاكل في مطاعم ابدا ابدا. يعني ما تعرفوش كده ازاي. يعني بحس نفسي كده بقرف حتى لو الحاجة شايفاها قدامي نظيفة قوي قوي ومتأكدة، بس انا ما بحسش نفسي ان انا مرتاحة. يعني مرتاحة كده من جوايا غير لما بعمل الحاجة في البيت بصراحة. طبعا يعني بشوف اي حاجة مثلا انا مش عارفة يعني طبعا كلنا بنتعلم من بعض، وانا مش بعلم حد، انا بشارك معاكم اليوميات بتاعتي مش اكتر. فانا بشوف كده ممكن الأكلة مثلا أشوفها مثلا واطبقها معايا في البيت بحاجة صغيرة لحد ما اشوف مثلا تظبط معايا مش هتظبط. يعني الدنيا دي وكده. ممكن نجرب في حاجة صغيرة يعني زي الطعمية او الفلافل. انا بعملها برضو حلو قوي قوي، بس انا بطلت افرزها علشان يعني انا ما بحبش يعني اقلي مقليات كتير. بصراحة بحسها مش الطف حاجة. آه، فبصراحة يعني بطلت اعملها. بقول لو عايزة او محتاجة بجيب ب5 جنيه من بره وبعملهم يعني على قد نفسي جوزي، لكن انا ما باكلش. يعني انا ما بحب، يعني انا بحبها قوي الطعمية وكده، بس انا عشان انا عاملة دايت الايام دي فمقللة خالص زيوت. يعني انا ما باكلش اي حاجة فيها زيوت ولا اي حاجة فيها سكر زي ما اتفقنا كده مع بعض. باكل كده حاجات كده خفيفة، يعني ممكن سندوتش جبنة، سندوتش يعني ممكن بطاطس مسلوقة كده، بيض مسلوق، حاجات زي كده. انا ما بحبش اكل حاجة فيها دهون خالص. يعني بقلل على قد ما بقدر المواد الدهنية علشان يعني جسمي ينزل بسرعة، وما يعني من غير ما احتاج ان انا مثلا اخد برشام للتخسيس او اي حاجة. فبصراحة الحاجات دي يعني لما تقللي دهون وسكريات الجسم وحده كده طبيعي كده هينزل، حتى لو انت مش عاملة دايت. السكر بجد بجد ده سم ابيض في الجسم. على قد ما تقدروا حاولوا انكم تقللوا السكر. طبعا لو عايزين النظام الغذائي اللي انا ماشية عليه عايزيني اشاركه معاكم وكده، اكتبوا لي في الكومنتات شاركينا مثلا يوم كامل في النظام الغذائي بتاعك
تعملي ايه اكتبولي وانا هشارك معاكم الفيديو. انا بصراحة بحب زي ما اتفقت معاكم كومنتاتكم قوي قوي، لانها بجد كده بتفرحني وبتسعدني وبتديني كده باور وطاقة، وبتخليني اليوم بتاعي بيكون حلو بيكم بجد لما بتكتبولي كومنتات. هنا بوريكم شكل الفول قمر بجد حلو قوي. وهنا اوريكم السفرة بتاعتي، عملت جرجير وخس وادي البطاطس وادي طبق الخيار والطماطم والليمون، حطيت كمان فول اخضر وشيبسي وادي الفول بتاعي والطعمية بتاعتي، وكمان ادي المخلل بتاعي برضو طلعت مخلل كده ايه مخلل مشكل ومخلل ليمون يعني وكده، علشان يعني ايه الاكله دي زي ما قلت لكم بتحب كده ايه المخللات قوي. وبس، وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم.